العروسة مبروك المريض، مبروك المريض يا حلوة زينة القربان. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، انتم اللي تابعوا فينا على قناه الجنوبيه تي في. نرحبوا بكم في حلقه جديده معنا من مبروك المرياج. ما نطولش عليكم برشا، معنا اليوم باش يكون ضيف حصتنا لاختيس دو شو تونيزيان عاطف نور السوبر ستار اللي قرر باش يدخل للقفص الذهبي. حبينا نزوروه في دارو ونقولوا له مبروك المرياج. عاطف، احكي لنا كيفاش تعرفتوا على بعضكم، كيفاش بديت القصه نتاعكم؟ اهلا وسهلا بكم ساعة قبل كل شيء. مرحبا بكم، مرحبا بالتلفزة الجنوبية، ان شاء الله مزيد من التألق. ومرحبا بك يا مروة، ومرحبا بالفريق العام اللي معك الكل. والله الحكاية معناتها بديت في حفل زفاف كنت نخدم فيه انا معناتها ديجا، حتى في نفس قاعة الافراح اللي تعرفت فيها معناتها على المدام، كانت هي بيدها اللي قمت بها بالحفل الزفاف نتاعي. معناتها البداية بديت معناتها مقسوم على ليلتين كما نقولوا نحن. هو كان عرس معناتها زميلتها، كنت نخدم فيه انا، تعرفت فيها معناتها في الاول في اللوطية نتاع زميلتها هذيا، والنهار الثاني معناتها اللي هو كان في الحفل نتاع العرس نتاع زميلتها زاد كما نقولوا. وكانت العلاقة معناتها كيفاش وصلت لها انت؟ وصلت لها معناتها عن طريق زميلتها اكيد جدا. مش العروسه معناتها، هما خاطر زملاء كل مع بعضهم، معناتها عديت ميساج الرقم وكذا وتمت العمليه. هذا هو. وقتها هذه انا يوم 26 ديسمبر 2009. سي بيان، مازال تتذكر؟ هذه اول كونيسونس، واول مقابله كانت بعد يومين معناتها. كيفاش كانت اول مره؟ والله اول مره عاديه معناتها، لقاء عادي بالطبيعه. اول مره بالطبيعه باش يكونوا الناس اول مره باش يتقابلوا حاشمين من بعضهم، باش يفتح حوار بحكم فنان عندي معناتها كيفاش باش نحكي وكذا اكسيتيرا، باش نفتح الموضوع. وكانت معناتها الاستمراريه في العلاقه، وانا بطبيعتي معناتها كنت مخمم في الزواج بطبيعتي، وقاعد معناتها كيما نقولوا نحن نفركس على بنت الحلال. بنية الحلال. يا اخي ربي جابها، يا اخي ربي سبحانه معناتها جابها في جو، في اطار فرح وكذا، في عرس. وتمت العمليه والحمد لله معناتها، وتقابلنا في اطار في مقهى، وقعدنا نحكي وقعدنا نتفاهموا بشويه بشويه. دامت المده مده سنتين هكاك، مش برشا سنتين، مدة عامين معناتها 2012. تفركس على مرأة باش تعرس بها؟ لا، هو بعد عام معناتها تمت الخطوبة بطبيعة الحال. معناتها نمشيو بالمراحل نحن. تمت الخطوبة نهار 8 جانفي 2011. سي بيان، اللي هو قبل الايامات من الثورة معناتها. سلكتوها. استغليت الفرصة قبل الثورة معناتها. والحمد لله بعد عام آخر معناتها كان نفس النهار اللي عملت فيه معناتها الخطبة، كان في يوم الزواج وبيدو. هذا هو معناتها مرحلة من التعارف حتى يكشي للزواج معناتها حميم دامت الحكاية. معناتها ديجا باهية كونيسونس حلوة، وفترة نتاع تعرفنا فيها على بعضنا بالكدا بالكدا، وعرفنا بعضنا وكذا، وعطيتها شنو الاطار انا والجو الفني اللي نخدم فيه وكذا وكذا. هي اكيد متفاهمه، اكيد جدا اكيد قابله يعني الانتوراج والانتوراج نتاعو، يعني ما تقلقكش ساعات هكا؟ جميع ما تقلقنيش، جمله ما تغيرش عليه جمله. نغير مش ما نغيرش، اما مش لدرجه اللي باش تولي معناها غيره نتاع مشاكل ولا غيره نتاع يعني. خاطر انا كي عرفته في الاطار هذاك، معناها عرفته يخدم في وسط الدومين هذاك، ما تقبلتها كيما هي. انا الانتوراج ما يهمنيش فيه، انا يهمني كان فيه هو معناها في الشخص. انا الشخص نعرفه شنو، دونك الباقي ما يهمنيش فيه. فما شويه غيره مش ما فماش، اما في حدودها ما تفوتش. قليل، خاطر فين باش تلقى معناتها مرت فنان تتفهم الوضعيه نتاعو، سورتو شتر الفنانين تلقى معناتها الزيجات نتاعهم ما تنجحش يعني في هذا خدمته. انا عرفته في الاطار هذاك، انا مش عرفته مثلا يخدم في اداره ولا في حاجه وبعد دخل في الدومين هذاك باش يتبدل عليا. انا عرفته هكاك، ونعرف انسان ما عندوش الزايد معناها يخدم معناها حد خدمته هكا، دونك مش علاش. بعد العرس توا كيفاش
والله بعد العرس معناتها عدينا فترة بطبيعة فترة الفواياج دو نوس. اما خير فتره الخطبه ولا العرس؟ والله الفترات الكل كيف خاطر العلاقة بدات من الأول معناتها راكزة كيما نقولوا نحن في إطار معناتها متفاهمين جوسكا زاد، فهمتني؟ معناتها ما كانتش فيها حاجاتك اللي هكا ملخبطة ولا فماش مفاهمات ولا كذا ولا كذا. واول مرحله العرس يعني ما توتوش مشاكل هكا صعوبات من الاول باش تتاقلموا مع بعضكم؟ لا والله لا. استانسنا ببعضنا احنا كي عرسنا ما لقيناش ما لقيناش مشكله. ديجا عرفنا طبيعه بعضنا بالكدا، عرفنا هو يعرفني انا شنو نحب وشنو ما نحبش، وانا كيف نعرفوا الحاجات اللي ما يحبهاش نتجنبها والحاجات اللي يحبها نعملها. دونك ما تصورش كان ما تعديتش معناها هيك الفتره نتاع مشاكل زوز ما يعرفوش بعضهم، بداو يتعرفوا حساسيات على اقل حكايه، هذوكم اللي بداو يتعرفوا في بعضهم. الواحد ديجا حتى في فتره الخطوبه لازم ياخذ وقته حتى في المقابلات وفي كذا، معناتها ديما تكون اللقاءات بيناتنا باش يدور الحديث وباش نعرفوا النقاط السلبيه والنقاط الايجابيه في كل طرف. معناتها هذا هو هكاك هي تتكون العلاقه ونقولوا نحن ربي يدوم العشره وكا. فواياج دو نونس معناتها شهر العسل كان عملنا معناتها في اطار معناتها جوله عن طريق معناتها وكالة أسفار في الجنوب، كل الجنوب كله. اي في نحكي لي باغ ديتاي وكان باش نحكي لك باغ ديتاي باش نقعدوا جمعه نحكيو. والله بدينا من جربه احنا مشينا اول ما مشينا لجربه. فما برشا بلايص في تونس اخرين. احنا عرسنا في الشتاء في جانفي ديجا في عز الشتاء، معناها باش تمشي لبقايع اخرين بحر ولا حاجه مش وقته. الوقت هذاك تاع السود هو معناها فما شويه دفا، فما امبيونس، فما الكل. فتره الخطوبه كانت في بريد الثوره ديجا احنا بعد الخطبه قعدنا شهرين ما تقابلناش. شهرين ولا اكثر بعد ما تخطبنا ما نخرجوش. فماش خروج. هي جات فتره معناتها فتره وقت اللي البلاد معناتها قايمه وثوره فهمتي معناتها الدنيا كلي ما يشريك حكم يلفو، حتى المقابلات معناتها كانت بالهاتف هكا تليفون. بعد شهرين شوي باش عاودنا تقابلنا. بدينا من جربه قعدنا نهارين غاديك، بعد بدينا حاسين درنا الجنوب الكل. استغلينا كل دقيقه استغليناها ما فلتنا حتى دقيقه. معناتها هي طريقه منظمه كانت عن طريق وكالة أسفار هم منظمين معناها عاملين بلينج كلهم منظم. باهي انت عاطف كفنان معناتها عندك اسم وعندك شعبيتك، ما تراش اللي بعد العرس جماهيريتك تنجم تنقص بحكم وليت عندك مسؤوليه وعائله معناتها ما تنجمش تاثر عليك؟ هذا والله هو كل فنان هو والاطار اللي يحط فيه روحه. معناتها اكيد باش تكون واحد مخمم في كل شيء، خاطر مادام مقدم مع الزواج وهذه حاجه ماناش هاربين منها. معناتها هذا واحد باش يكمل نصف دينه بطبيعته، ولكن من ناحيه الجماهيريه وكذا معناتها نتاعي معناتها مع الناس باش تقعد في اطارها. تقل المعجبات؟ لا مش حكايه تقل المعجبات اللي يقعدوا في بلايصهم على رواحهم يحطم حد الاعجاب الفني. معناتها باش يعجبوا بيا كفنان ويعجبوا بغنياتي وانتاجي وحضوري الروحي واكسترا معناتها. وباش نكون انا بطبيعتي تحت الطلب في اي شخص باش يطلبني باش نجي نغني له وكذا اكسترا. شنو الحاجات اللي تحس روحك هكا تبدلت فيهم بعد العرس؟ زوز معناتها شنو الحاجات اللي هكا تحس هو الواحد الحاجه يتنظم فيها بعد العرس هو كونه يستقر وباش ياخذ نظام حياته باش ينظم برشا حاجات في حياته اكثر عقلانيه، وحتى في الاستابيليتي نتاعو في مخه في افكاره واكثر مسؤوليه اون بلوس باش يولي يخمم اكثر ابعد من اللي كان هو معناتها عازب معناتها وكذا. فهمت؟ احنا باش نتفرجوا بعد شويه في اكستري صغير من المارياج نتاعكم ان شاء الله. قبل ما نحب نتفرجوا في المارياج نحب تحكيوا لي شويه على التحضيرات نتاعكم، كيفاش كانت تحضيرات العرس، شنو اللي لقيتوش معناتها صعوبات من الاول في التحضيرات؟ والله كانت والحمد لله مسهله الحمد لله. سيدي ما صارتش هكا نبزيات مشاكل؟ لا مو نعرفوا كل دار عرس تبدا داخله بعضها والمشاكل خاطر ماذا بيك معناتها كي باش تكون علاقه بين زوز ماذا بيه اللي يقود السفينه يكون واحد. اكيد باش تاخذ الراي اللي معاك معناتها
اما واحد هو اللي يسير، هو اللي ينظم، هو اللي يدفع، هو اللي يشوف، هو اللي كذا. ناخذوا الراي حاجات معناتها باش تشوف باش تعجبها ولا كذا اكسيتيرا، ناخذوا رايه هو تصير الحاجات. اما هي بريود عرس، بريود ستريس، الناس الكل على اعصابها، لازم واحد تصير هي الحاجات. ما نقولكش ما تصيرش، اما كل مره واحد يطيح شويه. باغ اكزومبل هو يبدا منرفز، عنده حاجه انا نوسع بالي، ما نسالش نعديها نعمل روحي ما سمعتش، خاطر نعرف هو مش قاصد. باغ اكزومبل باش يقولها الكلمه هذيك ستريسي ويخمم في برشا حاجات في مخه ما خرجتش. هذاك هو العرس. هذيك المشاكل كيفاش تتعمل في بريود العرس هكاك، الناس كلها على الاعصاب ما تعديش لبعضها. في واحد يعدي الواحد كل مره ما تصير شيء بقدره ربي. اون بليس احنا من الاول كنا معناها عرسنا ما دخل فيه حد، احنا نظمنا كيفاش حبينا نعملوا من الاول للاخر. انا وياه قسمنا، عملنا ورقه وستيل وقعدنا نظمنا كيفاش باش نعملوا الدار، كيفاش العرس، كيفاش هكا وهكا وهكا. معناتها يقعدوا مع بعضهم يخمموا هما الزوز وحدهم يعني في كل شيء هكا. ايوه عملنا كل شيء، عملنا فيه في جنبه برشا مشاكل. لا تجنبنا برشا مشاكل. انا خاطر نرى توا في صحباتي في الفامي في الكل تلقاه الناس الكل تتدخل، الناس الكل لا اعمل هكا لا اعمل هكا. احنا لا عملنا كل شيء وحدنا ووصلنا الميساج لعائلتي وهكا بور ايفيتي المشاكل. توا نتفرجوا مع بعضنا في لقطات من عرس عاطف ووفاء. أنا جاي ليلي افرح فيكي، وغنية حبي رح غنيكي، وأقدم لك حالي وقلبي الغالي وشو عبالي. أنا حبيبك أنا أنا جاي الليلة افرح فيكي، وغنية حبي رح غنيكي، وأقدم لك حالي وقلبي الغالي وشو عبالي. أنا حبيبك أنا بدي افرح يا ناس، بدي بعيني هدوء، بدي بحضر الإحساس ارسم عالشمس قلوب. إن شاء الله اتوفق فيكي، إن شاء الله وعمري أعطيكي، باسمي سميكي، اتوفق فيكي، عمري اعطيكي، باسمي سميكي. انا جاي اقدم كل سنيني، انا بدي اكتر من حبيني، بدي بايديكي وبعينيكي موت عليكي، ارجع اخلق انا جاي اقدم كل سنيني، انا بدي اكتر من حبيني، بدي بايديكي وبعينيكي موت عليكي، ارجع اخلق انا بدي افرح يا ناس، بدي بعينيها دوب، بدي بحضر الاحساس ارسم عالشمس قلوب. ان شاء الله اتوفق فيكي، ان شاء الله وعمري اعطيكي، باسمي سميكي، ان شاء الله اتوفق فيكي، ان شاء الله وعمري اعطيكي، باسمي سميكي. عمري أعطيكي، باسمي سميكي، اتوفق فيكي، عمري أعطيكي، باسمي سميكي. كنا نتفرجوا في فيديو عرس عاطف ووفاء. طبعا باش نرجعوا مع عاطف باش يحكي لنا شويه على السهريه، على الفنانين اللي حضروا واللي غنيوا غاديكا. شفنا انيس الخميسي، شفنا رشدي علوان، عاملين جو برشا جماعه غد.
بطبيعة الحال الساعة نحب نشكر الفنانين الكل اللي جاوني وفرحوا لي، وإن شاء الله إن شاء الله نفرح لهم أنا في هكا في أفراحهم إن شاء الله. نشكر الفرقة الموسيقية معناتها فرقة الأستاذ سهيل بن محمد، ونشكر الفنان رشدي علوان، صديقي والأخ أنيس الخماسي، صديقي أمير الخماسي، أختنا بشرى بن محمد زادة، أختنا منيرة حمدي ما نسواش زادة مشكورة، والعديد من الفنانين اللي جاوا. وكانت معناتها سهرية طويلة وما خلطوش معناتها في غنيو، ونشكرهم الكل. هكاكا ولا والله لا، غناولي فرحوا لي من قلوبهم بطبيعة الحال يعني. وفي شنو الحاجات اللي ما تعجبكش في عاطف والله اون جينيرال عاطف طبيعته باهية، ما عندوش معناها حاجات ما هو الحاجة الباهية ديما تغلب، هي عنده ديفو صغير كهو، يتنرفز ويتنرفز في ساعة ما قلبه حنين يرجع في ساعة يتنرفز في ساعة هذيك الحاجة الوحيدة اللي خايبة فيه. سينو ما فماش حاجة في طبيعته خايبة كي يتقلق ولا إنسان مش يتقلق منها برشا. إنسان واضح، معناها من الأول إنسان واضح صريح يعرفش يعمل. هذوما الحاجات ما فما حتى حاجه ما يكذبش، خاطر اون جينيرال هذوما الحاجات الخايبين. العبد تلقاه يكذب ويغش ويخبي، والحاجه معناها الصراحه ما يحكيش الصراحه، هذوما ما همش موجودين فيه. الحمد لله صريح وما عندوش الكذب، ما عندوش الحمد لله. كثر منه الناس ان شاء الله رجال تونس الكل ان شاء الله. ايوا انت عاطف ومش برشا شكر، هذا هو الواقع. انا عندي نظام وعندي برانسيب ديما في حياتي نمشي بيه، حتى ملي كنت في دار اكيد فما تنظيم، نحب حاجتي ديما مريقله، نحب روحي منظم، عندي ديما فما قدر موجود، سواء مع اصحابي، سواء مع زوجتي، سواء مع والدي، سواء مع الكل. بون الديفو الوحيد كما اللي قلت لك عليه هي معناتها شويه هكا عصبي شويه، خاطر في ساعه اللي والله ما نحبش. اكيد كل واحد ما يحبش العواج باش تواتي، هي حاجات ربي ما خلقناش كاملين معناتها باش اكيد واحد باش يغلط. مش هكا تنرفزش عليها البريود. والله شويه في البدايات هو تنرفيز على حاجه في الماكله صحيت معناتها هو هذا شويه معناتها واحد بطبيعته، خاطر فما نقله نوعيه كبيره، مش كيما كان مع امه وكذا فهمتني، كيما باش يبدل معناتها سيستيم ويتنقل بشوي. مي الحمد لله فما معناتها فما يصير، بس معناتها ديما الراجل يكون شخناق شويه معناتها، كل راجل معناتها ماذا بيه يلقى حاجه سورتو حتى في الطبخ معناتها تكون تشبه الماكلة امه هكا شويه. حتى ساعات تبدا ماكلة امه هكاك وبرا. هو ديجا حتى كي باش نجيو نحكيو شويه في لي جينيراسيون تاع لي جون ابارتير دو 20 معناتها اللي باش يعرسوا صغار 20 22 23 24 يكونوا مازالوا ما مارسوش معناتها امور المطبخ وكذا، ويحبوا يخموا في حاجات اخرين، فرحانه بعرسها وكسيتيرا، لكن بشويه تتخرط معناتها ويكون الطرف المقابل بطبيعته باش يتفاهم العمليه، خاطر في البدايه وكما قلت لك قبيله شويه معناتها المحاسبه تكون ان شاء الله بعد عام قدرة ربي. ديما هي ذي قاعده معناتها يقولوها وسمعتها من عند ناس كبار، بعد عام نتحاسبوا نشوفك فين انت وصلت يعني. وكان لا قدر الله طلعت بعد عام بالطبيعه هي باش تكون العلاقه كان مبنيه على محبه على اسس صحيحه، باش تكون كي الميزان واحد مره يطيح كل واحد يعدي الاخر شوي بشوي باش تتواصل معناتها هي عشرة كيما انا ريت معناتها امي وبابا وكذا، كيما تربينا ورينا والدينا واكسيتيرا معناتها تبارك الله تعاشروا بال 30 وبال 40 سنه اكسيتيرا وكبرونا وصلنا للقد هذا. فهمتني؟ ربي يفضلهم لك. يفضلك معنا. انت كيفاش تراها في الماكله تاع والله في الديبي عامله مجهوده ويعطيها الصحه وكا شو نقولوا. عندي انا شويه هكا افكار نعاونها كذا، تسال مره والدتها، مره تسال امها اللي حماتها، كل ما تسال امي ولا شنو هي حماتها، وكل مره تاخذ يدي من عنده، تبدا بشوي ما حسب النتيجه معناتها نعطي 7/10.
هاي سبيا 7/10 ما حسب ما مرة هذه بعد 3 شهور و13 يوم زواج معناتها. الحمد لله 7/10 سبا سما مازالوا 3 هذوكم يكملوا بشوي بشوي قدرة ربي. يكملوا ما قبل يوسط العام. العام الا ما توفى معناتها العشرة. نزيدوا نكبروا في السرمي يردوا 20. هو حاجة طبيعية توا اللي في عمري وفي عمر عاطف والكل. نقارن انا حتى عباد اخرين بيا. انا من القرايه للخدمه للعرس معناها ما خذيتش وقت باش فوالا نتعلم بالعين. نرى امي كيفاش تطيب كيفاش تعمل بالعين. كان حاجات شدتهم في مخي. في الدار نطيب مره في دارنا معناها نطيب مره بعد قد ايه مش ديما معناها فوالا معناها باش تبدل باش تولي انت عندك دار انت باش تولي عندك فطور عندك عشاء لازمك. وهي المشكله في الدباره. اي مرأة في الدار مشكلتها مش في الحاجه اللي باش تطيبها مشكلتها في الدباره شنو باش تطيب تحير. انا ساعات نبدا ندور نقول له عاطف شنو نطيب يقول لي ما نعرفش يا عاطف راه مخي ما في حتى شيء نضيع ساعات ما نلقاش شنو نولي نكلم امي نقول لها قولي شنو نطيب شنو عشاكم نكلم خالتي امي شنو نطيب. والله انا بالعين مميتي يرحمها وامي رافيهم كيفاش يطيبوا كيف يفوحوا بالعين تعلمت منهم. نهنيك عاطف بالعين ما عنديش الحمد لله لا ويسمع فيك ما عنديش لا ورقه لا كتاب لا حتى شيء معناها من مخي كله. وهذه راهي تكون مبادره من الوالدين زي. اي كله فينا كله في اي هذه عروسه عرفت. ما هو بحكم اللي انا الكبيره في الدار انا البنيه الكبيره عندي خواتي اصغر مني وانا البنيه الكبيره معناها انا اللي باش نحرق مع امي كل عيد معناها بصيف عليا باش نكون نعرفها الحاجه ما خذيت وتهنيت. الحمد لله ان شاء الله هكا تكون مواصله وان شاء الله بالعشره إن وان شاء الله ان شاء الله. هذه مبادره بطبيعه تكون من الوالدين خاطر اذا الطفله باش تاخذ قواعد صحيحه راهي باش تاخذ من عبد كبير معناتها وتتعلم حتى بالعين وهي تغزر تنجم تاخذ افكار وتنجم خاطر سفريه معناتها باش نقولوا باش تتبع بالكتب ولا باش تاخذ كتاب نتاع طبخ ولا كذا خاطر جونا وفاحنا التونسي ودنيتنا مش مكتوب مش في الكتب صعيب ياسر خاطر فما حكار وفما ذواقه وفما سوابع زاده فما برشا حاجات وفن وديجا الطبخ فن كيما الفن نتاعنا ديجا الطبخ فن. انا امنيتي مثلا كما جيت فنان نجي طباخ يا طباخ يا ممثل يا فنان. الحاجات هذه يا طباخ يا ممثل يا فنان اكيد جدا اكيد جدا وما تخرجش من هذوما الثلاثه ما نخرجش منهم ما في اطار الفني حاجات في الابداع فوالا. كان نهار من نهارات هكا يقوم عاطف يقول لك نحب مرتي تقعد في الدار ما عادش نحب مرتي تخدم. هي صعيبه شويه هذه. اش تخيل انت عائلتك على حساب مستقبلك ولا مستقبلك على حساب عائلتك؟ ليه هو المستقبل مهم والعائله مهمه زوز معناها في نفس الاهميه حتى واحده ما تنجم تطيح على الاخرى. اما واحد كي يجي خير يولي خير عائلته بويسك مراه في الدار عندها كل شيء متوفر. ما قريت وتعبت والله هي هذيك اللي باش تغيظك هي اللي انت قريت وتعبت وسهرت ومرقدتش وريفزت وعديت والكل وتستنى الريزلتا وبعد تنسى. لان كان معناها انا الشخصي انا كان عاطف يقول لي ما تخدمش وتلهي بالدار والكل ما عنديش مشكله على بس كان متوفر لي كل شيء في الدار ما عندي حتى حاجه معناها باش نخدم باش انا ما نقعدش باش ما نحسش بالقلق باش ما نحسش لي انا قريت بالفارغ والكل نقعد نتلهي بداري نتلهي بيه والكل وميم طون نعمل اكتيفيتي اخرى باش ما على الروتين باش ما نحسش بالفراغ في الدار وكا. عاطف باش نسالك سؤال انت معناتها هل انت مع قانون والا ضد قانون الغاء تعدد الزوجات في تونس؟ لا انا ضد الغاء القانون هذا. علاش؟ لا معناتها ضد كونه باش تكون موجود 4 نساء بطبيعه الحال. لا علاش ضد وهو موجود معناتها ماذا بينا يتنحى. والله انا باش نقول من رايي توا سورتو نحطوا رواحنا في اطار كونه نحن عايشين في تونس لانه توا الراجل ما نعرفش انا كيما نقولوها نحن حتى يقوم بمراه ساعه باش ينجم يقوم باربعه. هذه نعطيك انا حاجه من الاخر معناتها نعطيك حاجه من الاخر ومراش في معناتها في حاجه معناتها بجي زايده صحيح. توا
في الشريعة وفي الدين وفي كذا، وربي محلل في 4 زوجات. لكن نمشيو بالعقل نحن بطبيعة الحال. كان فما شكون ينجم يتفضل ان شاء الله ربي يسهل له. انا واحد من الناس كونتر معناتها الحكايه هذه. حتى نجم وحده ونقوم بكذا، ومن بعد باش تكبر العائله وسترا، خاطر واحد تبارك الله باش ياخذ 4 معناتها باش تولي عنده قبيله باش يعمل روضه في الاخر. عائله كان هي وحده مسؤوليه كبيره برشا معناتها. وساعات الراجل وحده ما ينجمش لأن مسؤوليه ماهيش لعبه معناتها. عبد دخل في شايب الراس خلي 4 معناتها واحد تبارك الله ممكن الله لا يقدر معناتها يولي يمشي ويقطع في الشهر ويحكي وحده. من قبيله انا قاعده عرفت قاعده نخزر هكايا، قاعده ما بين عاطف ووفاء وما بين زوز مخادد عاطف ووفاء. شكون عملها هذه؟ والله هذه فكره جاتني، فكره حلوه في الديكور. تو تبارك الله معناتها في تونس ولات عندنا برشا حاجات في الديكور معناتها من السيارات للبيوت برشا حاجات. معناتها فكره جات من عندي انا مبادره وخليتها مفاجاه نهار العرس معناتها الوفاه. كانت جيت مفاجاه نلقاهم عجبتها الحكايه. تعلموا هذه تعيش بيها معناتها ابداع فن. لقيتها حاجه فكره عجبتني وكلمت معناتها شكون وخدمها لي، وكانت في اطار معناتها هديه هي بطبيعتها كانت. على كل من قبيله قاعده بحذينا والدة عاطف من قبيله تسمع فينا. لاباس عليك؟ الحمد لله. شعامله أنا شعامله فيك كنتك؟ لا كل خير. ليه قدام الكاميرا عاد شنو؟ توا 3 أشهر ما فما مازال ما تظهرش توا. تحب تقول لي يعني مازال خلينا نعديو لها 3 أشهر هذوما ومن بعد نعديو لها العام كيما قال عاطف. لا عادي كيف بناتي معناتها ما فماش فرق ما بيناتهم. مو نعملوا لهم كيما الحكومه تو نتاعنا معناتها شهاده المحاسبه بعد عام ان شاء الله. انا المهم اللي هي مهنيه ولدي واللي هي مدلته هذاك هو اللي كان في دارهم ساير معناتها في داره هو مرتاح متهنية فوالا ان شاء الله. يقول لك الوسيدة تغلب الوليدة. عادي. اي ما تخاف. لا عادي. اللي ما تخافش نهار لا عادي. الوسيدة تغلب الوليدة. عادي. كيما صار علينا احنا يصير عليهم هما كيف. وهذيك سنة الحياة هي معناتها بطبيعتنا نحن هي سنة الحياة. وانا راه فيه المثل هذا ما نعرفش ما راهش صحيح انا مونافي. على خاطر الام عمره ما يجي عبد ياخذ بقعه الام، راهو سواء امي امك اي ام في الدنيا حتى واحد ما نجم ياخذ بقعتها. الام هي العبد تخلق منها، هي معناها طرف منها. كيفاش باش يجي عبد اخر ينسيك في امك ولا باش يبعدك على امك ولا قال مثل هذا في اطار الحساسيات معناتها ما بين اللحمه والكنامه. اي هو كمثل معناتها ماهوش معناتها كيما نقولوا نحن حاجه معناتها صحيحه الكبار وكذا هما اللي قالوها ونطلعوها. انا رايي الام في بقعتها والمراه في بقعتها وحتى واحد ما ياخذ بقعه الاخر. كل واحد عنده بلاصته وديما الام بقعتها وحدها ما يزحزحها حد. باللي باش يكون باللي الراجل باش ياخذ مراه يحبها مهنيته لاهي بيه عامله كل شيء. امه تقعد ديما امورها وديما بقعه الام وحدها ما ياخذها حد. توا حبيبتك بيناتنا تسمع فينا هي ما هكا ما تتدخلكش في حياتك. لا الحق ما تدخلش. الحق نقوله انا ما تدخلش. لا مش قدام الكاميرا ما تدخلش حاجات معناها تخصني انا حياتي الخاصه. الحق ما تدخلش فيهم. تنصحني على حاجات انا ما نعرفهمش. انا عباره واحده من بنات. انا اول مره كي قابلتها قلت لها انا راني واحده من بناتك وهي تسمع فيا الكلام هذا تعرف وقلته لها. قلت لها انا راهي عباره واحده من البنات. حاجه انا عملتها غلط انا مالي صغيره معناها ما زلت حاجه ما نعرفهاش توجهني تنصحني عباره واحده من بناتها ما نتغشش ما عنديش مشكل. والحق ما اقدر بيناتنا نقدر وكها الحمد لله. ان شاء الله وبعد العام نرجعوا تقولي نفس الكلام. قدرة ربي يقعد نفس الكلام ديما طول مش بعد عام برك. مدام نورة احكي لنا شويه على عاطف كيفاش كان في الدار معك. والله هيك كل الصغار الكل تربى صعيب شويه من بعد ولا دلول برشا. زوز بنات طفل وحيد ودايغ محبته هو الوحيد وهو يعرف معناتها اكثر منهم الكل بيان سور.
شو نقول لك يا اخي، عاقل متربي معناتها الصفات الباهيه الكل فيه اللي قالتهم لك كلهم معناتها موجودين فيه. ياخذ بالخاطر، يحترم كا. بعد ما عرس كيفاش حسيت الدار عليك؟ بيان سور. لأن الشعب نتاعو هو نتاع الفواياج دو نونس، جيت أنا خرجت. سافرت باش ما نحسش بوقته، إفيكتيفمون مرضت وصار خير. بيان سور سي لو فيس يونيك معناتها الوحيد، معناتها هو نقولوا احنا راجل بفضله بوه معناتها، وهو معناتها بقعة واحد هكا. ان شاء الله ربي يفضل هو، ان شاء الله ربي يفضل لك. يعيشك. عاطف، انت كراجل متزوج معناتها تو وليت، شنو تنصح الشباب التونسي اللي عندهم فكره مخلوطه على العرس وما عادش يحبوا معناتها يعرسوا؟ والله هي نصيحتي الوحيده للشباب اللي في عمري ولا اللي اصغر ولا لانه مش واحد باش يفرض على الناس، معناتها نخاف معناتها كيما نقولوا نحن بمصطلح كونه مشي يدوانوا عليا، معناتها الناس يقولوا تشجع فينا للزواج وكذا. نقول لهم اللي هو العرس معناتها باهي، معناتها آجلا أم عاجلا، معناتها كونه العبد باش يرتبط وباش يتزوج، وباش نقول لهم إلى متى معناتها العبد باش يقعد من غير زواج وكذا. مدام نورة غادرتنا للأسف، معناتها بنقدموا لها تحية، والدتك عاطف نورة على الحضور نتاعها اليوم بحدينا. الله يخليك. هذا بحكم ارتباطاتها، خاطر عندها ارتباطات مع العائلة وكذا والوالد. تحية لها على كل، والعائلة نتاعك الكل، والعائلة نتاع المدام زاده الكل. نرجع معك عاطف قبل ما نختم الحصه نتاعي اليوم. خلينا نخرج شويه من اطار حياتك الشخصيه، ندخلوا شويه في حياتك العمليه. شنو محضر الجمهور نتاعك؟ شنو معناتها جديدك على الساحه الفنيه؟ ان شاء الله سنحب نقدم روحي اكثر كعاطف نور كفنان للجمهور العريض، اللي هو عاطف نور فنان. معناتها بداياتي كانت منذ 19 عام، وكنت معناتها اعلاميا مش موجود بكثره خاطر بحكم ارتباطاتي الفنيه وكذا، وكنت مانيش متواجد في تونس بطبيعه الحال. كانت عندي اقامه بدبي، وفي اطار عقد وكذا رجعت لتونس من سنه 2004. كنت معناتها عملت انتاجات كبيره، كان عندي شويه بخل معناتها في الانتاجات بحكم ظروف وكذا وبرشا حاجات. عملت أغنية على الجالية التونسية بالخارج الكل، وكانت ما تبثتش، إن شاء الله تتبث في القريب على الجنوبية اللي انتم موجودين إن شاء الله. وعندي أغنية على الأعياد الوطنية متاعنا تبارك الله. وبعد قعدت مديدة طويلة. سنة 2009 كان لي إنتاج معناتها في إطار جمعيتي اللي نقدم لها تحية، الترجي الرياضي التونسي. عملت لهم معناتها قرص فيه تحية لجمعيات تونس الكل بطبيعة مش حتى واحد ما يتغشش علينا. بطبيعة الحال وذي معناتها كل إنسان عنده جمعيته المفضلة وعنده، والكل ننتميو لتونس معناتها بطبيعة الحال. عملت CD اللي هو معناتها فيه 3 أغاني، فيه ترجي نموت عليك اللي معروفة، اللي كان لي بها أول اتصال بالجمهور. هذه سنة 2009. 2010 كان عندي إطار تحضير ألبوم وكذا، من هنا كانت حضرت منه 4 أغاني اللي هو معناتها موجود في إطار قرص فيه 4 أغاني، حتى إن شاء الله معناتها نكمل الألبوم كامل اللي كان وجدت فترة معناتها في البلاد، فترة الثورة وكذا، قصينا على العمل. وان شاء الله نكملوا ان شاء الله بعد الزواج وبعد كذا، والفتره نتاع الراحه هذيا كلها ان شاء الله باش نرجع بالجديد للجمهور التونسي، وان شاء الله ينال اعجاب الناس كل ان شاء الله. ما تخممش في كليب هكا كيما الفنانين؟ والله ان شاء الله الفكره موجوده في راسي، وان شاء الله نطبقوها بطبيعه الحال. نشوف الاغنيه ونشوف الجو ونشوف الاغنيه اللي باش نختارها من الالبوم نتاعي، وان شاء الله نصورها عن طريق فيديو كليب. باهي عاطفه باش تسمعنا هكا حميده عطاير معناتها حاجه اللي تحبها. ما بن والفي. هاي سمعنا منها شويه كيما بن والفي في المزموم هذايا. تقول ما بنو والفي ما بنو الغالي، يا ما أحلى عيونه يا ماما
ولا غير حلالي لا غير حلالي. هذا هو الاكستريم من شكرا لك. خاطر مازالت هي في الاطار ما خرجتش الغناء، حبيت نعطي منها شويه لان غنية تعجب زوجتي شويه معناتها للجنة منها شويه بركه، وان شاء الله تخرج الجمهور يسمعها ان شاء الله. شكرا لك عطف نور على الاستضافه اليوم، فرحانين برشا بلقائنا معكم اليوم. الله يخليك. شكرا لك. مرحبا بكم. وفاء ايضا نقدموا لها تحيه. نشكر قناه الجنوبيه اللي كانت موجوده معايا في المنزل، وهي الدار داركم معناتها. ومرحبا بكم في كل وقت في كل وقت. مرحبا بكم. باش نقدم اعترافات لزوجتي سواء كانت ايجابيه ام سلبيه. في الايجابي معناتها والحمد لله بحكم معناتها العشره والتعارف اللي تم معناتها في فتره العامين من التعارف وكذا والزواج، نعترفوا لها اللي هي معناتها امراه طيبه برشا، من عائله طيبه كذا. اخترتها معناتها الاختيار هذايا كونها كيما نقولوا حنينه، لاهيه بيا بالكدا والحمد لله، سواء في الاكل سواء في اللبسه نتاعي سواء في وقت خروجي للعمل ولا كذا تكون موجوده، تستناني حتى نروح معناتها من الخدمه نتاعي. هذوما الايجابيات اللي فيها، والسلبيات معناتها ان شاء الله ما تغشش عليا بركه، ليه كوني انا بطبيعتي عندي في طبعي شويه نرفيز وكذا، واللاحظ في اقل الحاجات اللي هي كونها ما تعجبهاش ولا الحاجات هذه عندها شويه هكا بكايه معناتها شويه في ساعه كيما نقولوا نحن بلغتنا معناتها تسيب شويه دلول معناتها يحب لنا باش نسكتوها باش كيما يقولوها شي يسكت العروسه وهذا هو معناتها. واكيد زاد عندها شويه هكا تنرفيز، لكن هذوما السلبيات العاديه اللي موجوده فيها، والحمد لله. وان شاء الله بطولة العمر وان شاء الله بالعشرة الطيبة. انا توا قاعدة في كرسي الاعتراف اللي قاعد فيها عاطف، ما نعرفش شنو قال وان شاء الله يكون اللي قالوا به. انا نقول له انا فرحانة برشا اللي عرسنا وصلنا معناها عرسنا، وربي يدوم عشرتنا. وحاجة بركة نحب نقولها له، ديفو انا ما يعجبنيش فيه، نرفوزي برشا، في ساعة يتنرفز، هو في ساعة يبرد متنرفز وخايب، وعلى الأقل حاجة يتنرفز. إن شاء الله ينجم ينحيها الحكاية هذه حتى اللي هو مش باهية. سينو الباقي كله الحمد لله، ربي يعطاني على قد قلبي، يعطاني حاجة كما نحب أنا، إنسان حنين مدللني يحبني، الحاجات الباهية الكل يعمل لي فيها. وإن شاء الله يا ربي نعيشوا حياتنا الكل هكا فرحانين وربي يداوم عشرتنا. فقط قبل ما نختم البرنامج متاعنا نحب نذكر مشاهدينا الكرام بنفس المسابقه اللي تستنى فيهم في برنامج مبروك المارياج، واللي صعبت المقبلين على زواج واللي صعبت عليهم تكاليف العرس، معناهم كان يبعثوا لنا على لي اس ام اس نتاعهم على الرقم اللي باش تراووه على الشاشه قدامكم، وان شاء الله حظ اوفر وحظ موفق للجميع. ما بقى لي كان باش نقول لكم توا تصبح على خير وباي باي. مبروك المرياج يا عروسة، مبروك المرياج، مبروك المرياج يا حلوة زينة الكرتاج. مبروك المرياج يا عروسة، مبروك المرياج، مبروك المرياج يا حلوة زينة الكرتاج. مبروك المرياج يا عروسة، مبروك المرياج، مبروك المرياج يا حلوة زينة الكرتاج. مبروك المرياج يا عروسة، مبروك المرياج.